السلام العائله لا فامي ديال قناه داري زوينه، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف العاده غادي نشارك معكم بزاف ديال لي موديلات، بزاف ديال الشكالات، وكل واحد اكيد غيلقى الشكل ولا الموديل اللي كيعجبو، او اللي غيواتي الصالون اللي غادي يصوب، ولا اللي غيواتي السيجور اللي غادي يصوب، ولا اللي باغي يبدل، او اللوينات اللي نورمالمون باغي يبدلهم للسيجور ديالو، ولا باغي يديرهم في التفريشه الجايه ديالها ان شاء الله. اكيد باش قلت لكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر، واكيد غيكونوا ان شاء الله معلومات اللي نتمنى تستافدوا منها على بركه الله. ما تنساوش تشجعونا باللي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم كيهمونا بزاف، هما اللي كيخليوني نستمر، وهما اللي خليوني نغبر شي شويه، ولكن ان شاء الله نحاول نبقى نستمر على الاقل كل جوج ديال الاسابيع ولا ثلاثه نشارك معكم الجديد على بركه الله. بالنسبه للشكل اللي معنا فيه البيكاج على اليمين وعلى اليسار، وبالنسبه للوسط جاي على شكل مطلسي. بالنسبه للقياس ديالو فيه متر وستين على 4 متر على متر وخمسين. بالنسبه لهذا بطبيعه الحال التوب ديالو راه فيكس، يعني ديما فيكس، يعني ما كيتحلش لا الدوسي ولا الفراش ديالو، ما خطا المخدات هما اللي ممكن يتصبنوا. بالنسبه لهذا كيدار بزاف، واخا هو ماشي عملي، يعني ماشي عملي كنقصدوا انه يعني ماشي ديال الدوام، يعني ماشي صالون اللي غادي يضرب عندك مثلا 10 سنين و12 عام و14 عام. يعني شحال قدك تمسح، شحال قدك هذا، شحال قدك تبقى تمسح تمسح تمسح، اكيد غيتوسخ في واحد الوقت. ما كندويوش على عام وعامين وثلاث سنين وهذا واربع سنين، ولكن كندويو على مده طويله بطبيعه الحال غادي يتكرفس. مي الا جينا عاوتاني لحاجه واحده اخرى، بطبيعه الحال حاليا كاينين دي برودوي بزاف اللي ممكن اي حاجه تهرقت عليه ولا اي حاجه توسخ غادي تمسح بها. كاينين دي برودوي يعني يتوسخ باش ما توسخ، كاينين دي برودوي حاليا اللي ممكن يحيدوا الوسخ، غير هو كيف كيبقى ماشي عملي، يعني ماشي ديال 10 سنين و12 عام. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصوبوا مثلا صالون عصري بحال هكا، كيف كتشوفوا هذا، كيف كتشوفوا ما فيهش لي فاليز، اللي لاحظتوا ما فيهش لي فاليز، يعني ما فيهش الخدا ديال الكبارين، فيه غير لي بتي كوسان. كاين اللي كيفضلوا هكا غير بلي بتي كوسان، هو هكا بلي بتي كوسان كيعطي العرض اكثر، يعني كيجي في الجلسه اكثر من مريح، يعني كيجي عريض بزاف. وكاين اللي كيعجبو هذا المنظر هذا، وكاين اللي كيعجبو يكونوا الخديد ديال لي فاليز وعاد لي بتي كوسان. انا بالنسبه للتجربه ديالنا كافضل حاجه هو يكون عنده الخدا ديال الكبارين ديال لي فاليز، عاد يكونوا دي بتي كوسان، خصوصا الا كنا نستعملوه بنسبه كبيره شويه. خاطر الا كان غيكون غير جالس هو كيشوف فينا، هذيك حاجه اخرى بحال كيف كتشوفوا دابا هذا الموديل هذا. مي من الاحسن يكونوا خدادي ديال لي فاليز كبارين، عاد يكونوا دي بتي كوسان، كيكون مريح في الجلسه. ما كندويش على العرض، ولكن في الجلسه كانسان متكي، كانسان بغى يتكا كيما بغى يطلق رجلو، كيكون مريح انه ملي كيكون بحال هذا اللي كتشوفوا دابا. هذا فيه الخدا ديال الكبارين ديال لي فاليز، عاد دي بتي كوسان كيكون مريح اكثر. ما خاطر الانسان عاوتاني في بعض الحالات الا ما كانش عنده العرض بزاف او لا، في ذاك الحاله ما كنديروش لي فاليز الخدا ديال الكبارين. مي هو بنسبه كبيره خاصهم يكونوا، وضروري خاصهم يكونوا، حيت كيلعبوا دور كبير بزاف في الراحه ديال الانسان، وتا في المنظر، تا في المنظر كيجيو احسن. وثاني حاجه عاوتاني الخدادي ديال لي فاليز، شحال ما كانوا شويه حادرين، شحال ما كانوا انيقين ومزيانين، شحال ما كانوا عاليين ما كيجيوش مزيانين. يعني من الاحسن يكونوا شي شويه حادرين باش كيجيو كلاس، وكتجي النظره ديالهم خفيفه وظريفه على القلب.
وكيف العاده بطبيعه الحال ديما شحال ما كانت عندنا الجلسه فيها لوينات باردين، شحال ما كانت النظره مريحه، خصوصا الا كانت الارضيه مفتوحه. حيت كاين شي ارضيات كيكونوا فيهم شي رخام مغلوق ولا شي جليج مغلوق، ولا من الاحسن شحال ما كانت الارضيه عندنا مفتوحه، شحال ما كان الحيط عندنا كلير، ديما التفريشه ما كنسخاوش بها وكتجي مبهجه. واخا يكون الصالون ولا السيجور ديالنا ولا البيت ديالنا صغير، كيبان لنا انه كبير وكيجي مفوه، ديما ما يطلعلكش في الراس. واحد القضيه حتى هي بغيت ندوي لكم عليها. بالنسبه منين يكون عندنا غالبا السيجور، كيكون عندنا مثلا السرجم كيكون عندنا مجنب، بحال كيف كتشوفوا هكا كيكون مجنب. يعني ديما من الاحسن يكون عنده سطور باطو اللي مخدوم باليد. وتاني حاجه يكون اللون ديالو من الاحسن في لون الحيط باش كيجي زوين وانيق. كيف كتشوفوا هكا، هو هذا درناه في لون الحيط، جا ممتاز. ما كيجيش مظلم البلاصه، ما كيجيش مبين بحال اللي كاين شي حاجه تما مخسره الديكور. يعني من الاحسن يكون في اللون ديال الحيط باش كيجي زوين. هذا ما كندويش على لي ستور، راه حتى الثوب النورمال شحال ما كان بارد شحال ما كان قريب للون الحيط كيجي مزيان وما كيطلعلكش في الراس، وما كتبقاش كتحس بشي حاجه مبرزطاك ديما في داك الحيط، شي حاجه مثلا مغلوقه ولا في شي لون مختلف. ديما خصو يكون في اللون ديال الحيط او لا ديغرادي عليه شي شويه فقط. بالنسبه لهذا بحال شفتو قبيله، غير هذا فيه البيكاج فيه حتى في الجنيبات. بعض المرات كيكون البيكاج من الفوق وبعض المرات كيكون حتى في الجنب، وبطبيعه الحال هذا حتى هو كذلك فيكس. بالنسبه للعود راه ضروري يدخل العود في الجلسات ديالنا العصريه. ضروري العود هو اللي كيعطي الجماليه بنسبه كبيره للخدمه. الا ما كانش العود وكان غير كتشوف غير الثوب، ما كانتيش خدمه مزيان. ضروري ويكون غير داك السوكل بعدا على الاقل من التحت، كيعطي واحد اللمسه زوينه بالنسبه للفوتو. اما الفوتو بلا عود، انا بالنسبه ليا ناقص ب 80 90% بالنسبه للجماليه ديالو. وبالنسبه للسيجور ديالنا ولا الجلسه العصريه ديالنا، ديما ما نخافوش من الديكور ديالها. الديكور ديالها غير يعطيها اللوينات، واخا دير لها 3 4 ديال اللوينات ما تخافش من اللوينات. هما اللي كيبهجوا لك الجلسه. راه اللوينات هما اللي كيخصهم داك الاورانج، داك المطارد، داك الصفار، داك البلو، البلو البارد. هادو كلهم لوينات اللي كيجيو مع الديكور ديالنا. ديما هادو ضروريين منهم. شحال ما كانوا اللوينات باردين شحال ما كتجلسي كتجي الجلسه انيقه. ما خطا في بعض الاحيان اللي الكليان هو كيطلب منك شي الوان مفروضه عليك انك ديرها، ولا في بعض الاحيان كيكونوا شي لوينات اللي خصنا نريموهم على الصالون او الديكور ديال الصالون. هذا وكان باش يجيو بالرابيل ديال الصالون. اما هما في الغالب خصهم يكونوا لوينات باردين باش كيفتحوا لنا البلاصه. بديك الساعات كان عندنا الثوب اللي هو رئيسي
بيج ولا من الالوان ديال البيج، خصو لون بارد. ولو يكون لون شي شويه فونسي، خصو من الاحسن لوينات باردين. وبالنسبه للاثواب اللي كاينين دابا بطبيعه الحال، راه كاين دابا كلشي، ما كاينش ديك القضيه ديال حقها كاين غير البوكليت والناس كدير غير البوكليت. لا، كل واحد حاليا مازال الناس كيديروا بالذوق ديالهم، ماشي بالضروره نديروا البوكليت ولا نديروا لاطوال. كل واحد وشنو ممكن يدير في الفراش ديالو، وفي الحاجه اللي الملمس ديالها عجباتو وشافها واقتنع بها. وكاين تبارك الله اللي عنده الوليدات، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده بزاف، كاين اللي كيستعمل داك الحاجه بزاف. كل واحد وشنو كيحتاج. هو البوكليت هو مزيان وطوندونس، ولكن كيبقى لاطوال والانتيتاج بطبيعه الحال كيبقى احسن منه، احسن من البوكليت من ناحيه الصبر ومن ناحيه التكرفيس. وبالنسبه خلاص للجلسه العصريه اللي هي رويميه اللي كتجي مريحه في الجلسه، راه اقل حاجه عندنا، اقل حاجه هي 39 واكثر حاجه هي 43. يعني اقل حاجه 39، اكثر حاجه 43. يعني اعلى حاجه الانسان بغى يدير في العصر هي 43، واقل حاجه هي 39. بالنسبه للكودوارات، واحد القضيه مهمه بالنسبه للكودوارات، الا كانت عندنا المساحه ديما صغيره، الا كانت عندنا المساحه صغيره الكودوارات ما نديروهمش. كانت عندنا المساحه اللي هي كبيره ممكن نديرو الكودوارات، هما التكاكي الجناب. بالنسبه لتاني حاجه، الا عندنا عاوتاني المساحه صغيره، مثلا عندنا في البيت بغينا نصوبوا البيت، وغالبا البيوتات ديال دابا ما كيتعداوش 62 على 62 او 72 على 72. الماكسيمو كاع هادشي اللي كاين، كيوصلوا كاع حتى ل 80 على 50. هادشي اللي كاين. يعني من الاحسن الا كنا نصوبوا لهم شي حاجه اللي هي عصريه، ديما غنديروا ال، ما نديروش الاي، خصوصا في الحاجه العصريه، حيت الفوتوي راه كيحتاج على الاقل 80 سنتيم في العرض ديالو. عكس ملي كنبغيو نديرو السداري ديال الخشب، ديك الساعات كيكون فيه غير 70. ممكن نديرو ال، اولا ممكن نديرو يو على 3 ديال الجهات. مي الا كانت عندنا المساحه صغيره، خصوصا كندوي على البيت، يعني من الاحسن دير على شكل ال باش كتبقى لك المساحه في الوسط وما كتكونش حاس براسك مضيق. ومن الحاجات المهم اللي ما نستهنوش بهم هما الديكورات. الديكورات ضروريين، الديكورات سواء في الصالون سواء في السيجور سواء في البيت ديالنا. الديكورات ضروري منهم. لي طابلو ضروري منهم. الزريبيه في شي لوين بارد ضروري منه. لي ليد الا كانوا
ضروري منهم لي سبود، ضروري منهم تريا، ضروري منها. يعني هاد لي زاكسيسوار راه كيعطيو واحد اللمسه واحده اخرى، هما اللي كيكملوا لنا عاوتاني الشوفه. هما اللي اما الا شدينا مثلا شي حاجه حافيه، شدينا فوتو حطينا حافي بلا ريدو بلا ضو بلا اضاءه بلا ديكور بلا طابلو، راه بحال شي حطينا شي طبق بوحدو هكاك صوبا شديناه وحطيناه. راه ما كيكونش كامل بلا الكماليات ديالو. ضروريين حاليا، ضروريين، هادشي خاصو يكون. وبالنسبه للحاجات اللي هما حتى هما مهمين بالنسبه للناس اللي عاد مقبلين ياخذوا الدويره ديالهم، يعني يحاولوا ما امكن يهتموا بشي حويجات ليهم غير ان الكبر ولا الموقع ولا يهتموا بالفصاله ديال الصالون. يعني ما تكونش معروك، يعني ما يكونش شي صالون معروك ولا شي سيجور معروك يعني يعوج بزاف مديكالي بزاف، حيت راه في التفريشه ديالو راه ما كيجيش زوين وديما كيبقاو كيعانيو منه. يعني واخا كيتصوب كيكون داكشي ماشي هو هذاك. يعني من الاحسن يكون الفصاله ديال الصالون معوطه، الفصاله ديال السيجور مقاده، الفصاله ديال البيت كذلك مقاده ما مروكاش ما عوجاش. حيت راه في بعض الاحيان كيكون شي عوجيه اللي هي كثيره، ما كندويش على عوجيه بسيطه، ما كندويش عليها، كندوي على شي عوجيه اللي هي كتكون كثيره، حيت كتخسر المنظر. ومع عمر المنظر كيجي زوين العود كيجي ميال، البونج كيجي ميال، الثوب كيجي ميال. ملي كتبغي تعاود ولا كتبغي تخيطو ديما كيكون عندك داك الاشكال ديال الميل. يعني ما كيجي في التفريشه ديالو ما كيجي زوين. يعني هاد القضيه ضروري الانسان اللي يبغي يسهل عليه الله يبغي ياخذ الدويره ديالو يرد لهاد الحويجات، ضروري يرد لهم البال. غير اننا كنشوفوا الفصاله ديالو الموقع ديال الدار، ضروري من الاحسن البيوتات ديالنا يكونوا مقادين مستيليين، كذلك الصالون كذلك السيجور كذلك حتى الكوزينه ما تكونش شي فصاله فيها اللي شي عوجيه اللي كثيره. هادشي يرد له البال الانسان، حيت كيزيد في الجماليه ديال المنزل ديالو، ديال الصالون ديال السيجور ديالو بطبيعه الحال. وسمحوا لنا بزاف حيت طولنا عليكم لا فيديو، وسمحوا لنا بزاف حيت عطلنا بزاف باش نحط لكم الجديد، نظرا غير الاشغال كثيره كنكونوا مشغولين بزاف. وتا التشجيع ديالكم كيحاول ديما يموتيفيني باش نحط لكم الجديد ونشارك معكم وناخذ معكم واحد شويه ديال الوقت باش نشارك معكم الجديد. وكيف العاده شجعونا بلا جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم كيهمونا بزاف. ونتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وفي صحه جيده، وكنوعدكم ان شاء الله قريب غيكون عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله. نحاول ما نبقاش نتعطل عليكم، جوج ديال الاسابيع ثلاثه الماكسيموم نشارك معكم الجديد ان شاء الله. مازال جاي الصالونات البلديه ان شاء الله، جايين في الطريق. السلام عليكم، جمعه مباركه.